كنت حابب ادردش معاكم كده في تجربه جون ادوارد والشكل الجديد لنادي الزمالك مع المدير الرياضي. كنت محتاج اخد رايكم كده وادردش معاكم شويه كلام، احتاج اللي انتوا تردوا عليا فيه. اول حاجه، انا الراجل قدر يرجع نادي الزمالك اللي هو يلبس براند عالمي زي براند نايك، واحد من اكبر براندات في العالم على مستوى الملابس الرياضيه. بعد ما الزمالك عانى في بيلبس براندات غير معلومه زي اللي انا لابسه بصراحه، يعني التيشيرت مش من البراندات القويه جدا. ده كان اول حاجه الراجل نجح فيها. تاني حاجه اقدر اتكلم فيها الراجل اللي هو قدر يخرج لك لعيبه كنت حاسس ان هي صعب ان انا اخرجها وابيعها. تاني حاجه الراجل قدر يجيب لك انتدابات ببادجت قليله، لعيبه انا بشوفها يعني على قد البادجت اللي انا حاططها، على قد الليفل اللي انا بتكلم فيه، على قد المستوى اللي في الدوري المصري. انا بشوفها كويسه جدا. يعني لو قعدنا نتكلم مع بعض ندردش مع بعض فيها، اول حاجه جبت مهدي سليمان في في حراسه المرمى. يبقى انت كده عندك حراسه المرمى مهدي سليمان ومحمد عواد ومحمد صبحي، ثلاثه دوليين. انت خلاص مش هتكلم على الباك اليمين، اللعيبه اصلا اوريدي عندك، والباك الشمال اوريدي عندك. جبت في قلب الدفاع واحد زي محمد اسماعيل مع حسام عبد المجيد والونش واحمد حسام ربنا يرجعه بالسلامه من الاصابه، وصلاح مصدق ومصطفى الزناري. على ما اعتقد كده انت خط الدفاع كويس جدا. نيجي لقلب الملعب، عندك دونجا، عندك ناصر ماهر، عندك احمد حمدي، محمود جهاد، محمد شحاته، جبت عليهم احمد ربيع، وجبت ادم كايد على الجناح الشمال، وتشيكو بانزا، لعيب الاثنين لعيبه دوليين، واحد في منتخب فلسطين وواحد في منتخب انجولا. جبت معاهم احمد شريف، واحد كان بيتضم مع روي فيتوريا، لعيب ان شاء الله عنده هامش تطور قوي جدا باذن الله. جبت على الجناح اليمين مع وجود الجفالي لحد دلوقتي، ان شاء الله والله هو يخرج ويبقى الصفقه منتظره ان شاء الله ده الزمالك. معاك عبد الحميد معالي، لعيب اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو لعيب واعد وان شاء الله عنده هامش تطور كبير جدا، وان شاء الله يكون صفقه ممتازه لنادي الزمالك. جبت معاه خلينا في خط الهجوم، جبت عمرو ناصر مع ناصر منسي مع سيف الجزيري اللي موجود لحد دلوقتي. فانا على ما اعتقد، وجبت طبعا معاهم السفاح وده الدباغ. يعني انا دي من اكتر الصفقات اللي انا فرحان بيها. ان شاء الله ربنا يكلل نجاحه معانا باذن الله، وننجح مع بعض ويقدر يرجع تاني لمستواه المعهود، يكون الزمالك محتاجه وهو محتاج يرجع مع الزمالك ان شاء الله. فانا شايف التجربه بتاعت جون ادوارد كلها، انا الراجل بحييه. ومن اكبر الصفقات بغض النظر بقى عن اللعيبه، بغض النظر عن التيشيرت، بغض النظر عن كل ده، اكتر الصفقات اللي انا شايفها اللي الراجل نجح فيها لحد دلوقتي الاستقرار. انا ولا عارف مين جاي، ولا عارف مين رايح، ولا عارف اطلع خبر، ولا الزمالك كان زمان، لو عزيزي الزملكاوي اللي شقيان وتعبان مع النادي، ارجع كده لوقت قريب شوف الزمالك كان بيعاني من تسريب الاخبار، كان بيعاني لكل حاجه معروفه، كان بيعاني من تسريب تشكيل، بيعاني من تسريب كل حاجه. فيعني انا وانت مقتنعين ان الراجل ده قدر يعمل حاجات في وقت قليل، ان شاء الله يقدر معانا واحنا نساعده كجمهور ونسانده اللي هو يعمل اكتر من كده باذن الله. وان شاء الله منتظرين صفقات اقوى من كده باذن الله، مع اللي احنا نكسب بطولات، ده اللي هيخلي اللي انت معاك فلوس تقدر تشتريه والقوه الشرائيه عندك تزيد. ان شاء الله ننجح باذن الله ويكون موسم كويس، وان شاء الله ان شاء الله نفوز ببطولات ويبقى الدوري من نصيبنا، بطولة الكونفدرالية الموسم ده على الأقل. إن شاء الله السنة الجاية نشارك في دوري الأبطال، وأتمنى النجاح للراجل ده بصراحة، لأن الراجل ده بتاع شغل كويس جدا.